قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم أما بعد، منظر ما يتنساش ابدا يا جماعه، منظر واحد راكب عربيه بي ام فئه 7 او عربيه سي 180، اي عربيه من العربيات الفخمه، وقاعد في العربيه باشا، ويجي واحد يقعد يلمع العربيه ويقعد يطوق العربيه ويقعد يغسل العربيه، وفي الاخر صاحبنا يقوم ضغط على زرار الازاز ينزل، يديله جنيه ويطلع يكمل ويطلع يركب. هم درجات عند الله. سبحان الله العظيم. ربنا بيقول لك اقف، ربنا قال لك المنظر ده ما يعديش، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. يا جماعة في الدنيا كل حاجة درجات، الموبايلات درجات، العربيات درجات، البيوت درجات، كل الجمال درجات، الذكاء درجات، كذلك الآخرة كل حاجة فيها درجات. درس الليلة خطير جدا، درس الليلة إيقاظ في نقطة خطيرة جدا، نقطة الطموح الأخروي يا جماعة. هم درجات عند الله. الفارق، انظر كيف فضلنا، الفارق ما بين أجمل ملك الجمال العالم وما بين واحدة جت في وسط إفريقيا، يعني ما فيش أي ملمح للجمال. الفرق ما بين أذكى واحد في العالم وواحد دلوقتي ما عندوش عقل أصلا في مستشفى أمراض عقلية. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أكبر تفضيلا ما بين أهل الجنة والنار؟ لا، ما بين أهل الجنة وبعضهم كمان يا جماعة. يا شباب لو أنا جيت دلوقتي عرضت عليك وظيفة 5 ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر، موافق على طول على طول؟ طب لو سبتك شهر ورجعت عرضت عليك وظيفة 10 ساعات في اليوم ب 5000 جنيه في الشهر، موافق؟ يا ابني انت هتتعب اكتر، موافق؟ يا ابني انت هتتبهدل فيها، موافق؟ طب موافق ليه؟ لان هاخد اكتر. يا جماعه احنا ليه في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين؟ ليه في الدنيا عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد؟ هم درجات عند الله. كلنا قاعدين الوقت، انا وانتوا قاعدين، انا بتكلم وانتوا بتسمعوني، ربنا يعلم قلوبنا كلها وشايفها ومطلع عليها سبحانه وتعالى، وكلنا متقسمين درجات عند ربنا على حسب احوال قلوبنا. يا ترى انت في انهي درجه؟ درجات، كل حاجه درجات. الميزان، عند ميزان الناس درجاتهم درجات عند الله عند الميزان. تخيلوا يا شباب لو احنا وصلنا لبطوله عالميه في الكوره، ومادام تخيلوا انها كاس العالم يا سيدي مره من نفسنا، وتخيلوا مادام خيال بخيال ان احنا وصلنا النهائي، ومادام خيال بخيال بقى بنلعب البرازيل، ويا سيدي مادام سرحنا احنا اتعادلنا 0-0، يا سلام، هنلعب بلانتيات مع البرازيل في نهائي كاس العالم يا شباب، ده كان الشباب يموتوا فيها. المهم هنلعب في نهائي كاس العالم دلوقتي مع البرازيل بلانتيات. تخيل معانا، عايزك تراقب معايا المشهد ده دلوقتي. الفريق بتاعنا، اللعيب بتاعنا داخل هيحط جون اهو، الحمد لله الحمد لله حط الجون الاولاني. بس استنى لسه ما نطمنش برضه، ما تطمنوش من اولها. اللاعب البرازيلي داخل حطها، ياه معلش يلا ان شاء الله ربنا يكرمنا. بعد كده اللاعب بتاعنا داخل وكله مبرق وكله واقف وكله مترقب، داخل ضيعها، ياه. يبدا اللاعب يحط ايده على راسه ويبدا الجمهور يقف ويبدا المدرب يبدا ياكل في ضوافره بقى ويبدا يقلق. ده اللاعب البرازيلي داخل حطها. يبدا الناس بقى، لا ده بقى خطر حقيقي، ده بقت مشكله كبيره. بعد كده داخل اللاعب بتاعنا داخل. انا شايف ان الشباب دلوقتي خلاص هيموت، مش قادر، عايزنا نحطها يا ابني، عايزيننا نكسب البرازيل، انتوا اتجننتوا، ضيعها طبعا. وقام داخل اللاعب البرازيلي حاططها. ايوه، انا عايزك، شفت الموقف ده بيوقف قلوبنا ازاي؟ بيوقف قلوبنا، وده في الدنيا وماتش اهو. المنظر ده زي الصراط، كفه حسنات وكفه سيئات. ممكن حسنه اتحطت الحمد لله، سيئة اتحطت، يا رجعت تاني، حسنة هتتحط، يا خسارة طلع كان فيها رياء، ما كانتش الوجه اللي راحت، سيئة حسنة سيئة. تخيلوا يا جماعة، في ناس حسنة ورا حسنة ورا حسنة، كفة الحسنات من بدر طبة، وفي ناس سيئة ورا سيئة ورا سيئة، وفي ناس حسنة سيئة زي البلانتيات بتاعت النهائي كده. بس الموقف ده مصير يا جماعة، هم درجات. انت عايز تبقى اي درجة على الصراط؟ عايزة تبقى اي درجة على الصراط؟ عايز قلبك يقف على الصراط؟ عايز قلبك يتخلع على الصراط، ولا عايز تبقى مطمن من اولها؟ هم درجات عند الله، درجات
على الصراط. بعد ما اتكلمنا عن درجات الميزان، درجات الصراط. الصراط يا جماعه ده موقف رهيب. الصراط ده موقف مهما تخيلناه، العبور الرهيب من على الصراط ده عبور لا يتخيله عقل ولا يتخيله احد الا لما نيجي في الموقف ده. تخيل انك انت داخل دلوقتي، داخل على الصراط، لو شفت احب الناس اليك بيقعد من على الصراط في جهنم مش هتبص له، مش هتقدر. ده المرحله قبل الاخيره في يوم القيامه كله. وتخيل ده انت تحت الجهنم دلوقتي بكل عمقها، بتبص من تحت وانت مرعوب. تخيل عمق الحجر، اعلى برج في العالم، الحجر يسقط من عليه في قد ايه؟ ثواني. الحجر بيسقط في جهنم 70 سنه عما بيوصل للقاع. وتخيل ان الحجر ده تقيل جدا، انت خفيف جدا، هتقعد كام سنه عما توصل للقاع؟ والعياذ بالله ربنا يعافينا. انت داخل وانت مرعوب انك انت تقع، مرعوب وبتبص مرعوب، وسامع صوت تغيظ وزفير جهنم، سامع صوت التغيظ والزفير، وسامع صوت المعذبين من تحتك، وشايف الاجساد اللي جزء منها في جهنم وجزء منها بره. وانت كنت لسه داخل من موقف رهيب اصلا قبل الصراط، موقف المشركين والنصارى واليهود وهم بيقولوا نريد ان تسقينا فتعرض لهم النار كانها سراب يحطم بعضها بعضا، يحسبوها ميه يجروا عليها يقعوا في النار. وانت سامع صراخهم. والمنافقين وهم ينادونهم الم نكن معكم انظرونا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور. انت لسه طالع صراخ المشركين وصراخ المنافقين في ودانك، وانت جاي تعدي من على الصراط، وجاي تعدي وبتبص على المنظر اللي قدامك، لقيتهم درجات ودرجات عند الله. لقيت على الصراط، انا يا جماعه انا لغايه دلوقتي عدت حوالي 14 نموذج مختلف على الصراط. 14 نموذج، انت مين فيهم؟ انت اي درجه فيهم؟ لقيت في خطاطيف على الصراط، خطاطيف اللي قلوبهم اتخطفت بالشبهات في الدنيا، شباب البلتوك اللي بيدخلوا على رمز النصارى، الشباب بتوع عبده الشيطان، الشباب اللي انضموا للمعسكر العلماني، كل ده على قد ما خطاطيف انواع على حسب نوع الشبهه، وعلى قد ما الشبهه غرزت في قلب الشاب على قد ما الخطاف غارس في جسمه. وفي كلاليب يا جماعه للي الشهوات اتكلبت على قلوبهم وحوطت بقلوبهم، كلاليب مخصوصه لبتوع المخدرات والكيمياء، وكلاليب مخصوصه لبتوع المال الحرام، وكلاليب مخصوصه لبتوع النساء وفتنه النساء والنظر للنساء والاختلاط. وكل كلوب على حسب ما الشهوه دي دخلت في القلب على قد ما بيغرس. وبعد كده في حسك ده اللي هو الشوك، على حسب الذنوب اللي ذنوبهم كتير الحسك ده بيمسك فيهم على الصراط. تخيل تلاقي في ناس على الصراط، الصراط ده رسم بياني للي انت كنت بتعمله في الدنيا. الصراط ده بالظبط كل حاجه عملتها على الصراط في الدنيا هتحصل لك على الصراط في الاخره بالظبط. في ناس بتقوم وتقع دول اللي كانوا في الدنيا بيقوموا ويقعوا، اللي في الدنيا كانوا واخدينها شويه قومه وشويه وقع، شويه يجوا وشويه يرجعوا. وفي ناس قاعده بتزحف على الصراط خايفه تقع، اللي كان لربنا واخدها زحف زي السحلفه وللدنيا بيجري زي الطياره. وفي ناس بتتجرجر حتى يمر اخرهم يسحب سحبه، بيتجرجر عشان ينجو، بيتجرجر. يا ده اللي كانوا اصحابه بيجرجروه في الدين. يا عم تعال، كان مطلع روحهم، كان بيجي لربنا بالعافيه بعد ما 10 يفوتوا عليه و10 يكلموه. وفي ناس يا جماعه بيطلع لسان لهب ياخدها ويوقعها، وكل ده قدامك لسان لهب. دول اللي عملوا المصايب بقى. في ألسنة لهب مخصوصه لبتاع الزنا، ألسنة لهب مخصوصه لبتاع الربا، ألسنة لهب مخصوصه لبتوع الزنا العرفي، ألسنة لهب مخصوصه لبتوع الخمره والعياذ بالله، ألسنة لهب. وبعد كده في ناس بتقطع ما بتكملش، بتقوم واقعه. طب بيقع ليه؟ لانه في الدنيا قطع، لانه في الدنيا ما كملش طريق ربنا، لانه في الدنيا ما رضاش يكمل. جت فتنه ولا جت معصيه من معاصي زمان رجعته تاني بعد رمضان على طول. وفي ناس بتتكب على مناخرها في النار، يكبوا على مناخرهم. ده اللي مدب، اللي كان لسانه مدب، اللي كان لسانه بيشتم ولسانه بيختب ولسانه بيقول اي كلمه في اي حاجه، ده لسانه دبه في جهنم والعياذ بالله. وفي ناس يا جماعه مخلطه ده على ده على ده، خطاف على كلوب على حسك على مخلط على يقوم على يقع على يزحف على يتسحب. وفي ناس تانية يا جماعه يا انوار نوره زي البرق، وفي نوره زي الشمس، وفي نوره زي عارفين جزمه اللي زي صابع رجليه الصغير، وفي بينور ويطفي زي الكوتش بتاع الاطفال كده. كل واحد على قد النور بتاعه، وكل واحد سرعته على قد سرعتك في الدنيا للتوبه، على قد سرعتك الوقت لما بتسمع الكلام ده للمبادره الى الطاعه، على قد النور اللي كان في قلبك، نور الايمان اللي انت حصلت من القران والعباده. يا جماعه في ناس بيعدوا الصراط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه كانوا معاه في الدنيا فبقوا معاه يوم القيامه حتى على الصراط، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. الله اكبر، تعدي مع حبيب الله على الصراط، ده ايه الامان ده؟ وفي ناس تانية بتتمسخ على الصراط،
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. بعد كده يعملوا ايه؟ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. انتهت في جهنم. وفي ناس اللي خدعوا ربنا، اللي كانت بتضحك على ربنا، اللي كان بيسمي الربا فوائد بنوك، اللي كانت بتسمي التبرج والاختلاط والحب حريه شخصيه، ده ياخد النور بتاعه على الصراط، يدخل فرحان، النور يطفى يقع في جهنم والعياذ بالله. يا ترى يا بنات، يا ترى يا بنات، يا ترى يا بنات ثانوي، يا ترى المتبرجه هتعمل ايه على الصراط؟ يا ترى اللي كان ربا هيعمل ايه على الصراط؟ يا ترى اللي عاش قصه حب 6 سنين هتعمل ايه على الصراط؟ يا ترى يا جماعه كلنا هنعمل ايه على الصراط؟ عايزكم تفكروا يا شباب، عايزكم تفكروا من الوقت. هم درجات عند الله. انت هتبقى انهي نوع؟ انت هتبقى انهي نوع؟ هتعدي مع النبي ولا هتقع ولا لسان لهب ياخدك ولا خطاطيف ولا كلاليب اخرتها ايه؟ ولا هتعدي زي الطلقه ولا زي البرق؟ يا جماعه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الامتحان الرهيب ده؟ هنعمل ايه؟ كل حاجه عملتيها في صراط الدنيا هتتعمل فيكي في صراط الاخره. كل حاجه عملتها على صراط الدنيا هتحصل لك على صراط الاخره الا ان يتوب الله. هم درجات عند الله. درجات عند الموت، حتى عند الموت يا جماعه درجات. عند خروج الروح ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنازعات غرقا. ربنا بيقسم، ربنا بيقسم. هو الواحد بيقسم ليه؟ لما يكون في حد بيسمع مش مصدق. هو احنا مش مصدقين ولا ايه؟ مش مصدقين ان في جنه؟ مش مصدقين ان في نار؟ مصدقين بأمارة ايه؟ بأمارة صلاه الفجر اللي بتروح مننا، ولا بأمارة صلاه الجمعه اللي الشباب بينزل بسجاده الصلاه على كتفه يقف والامام بيخطب يتكلموا مع بعض، ولما الامام يخلص خطبه يدخل يصلي جوه؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ايه مصدقين؟ عايز تقنعني انك مصدق ولسه ماسك سيجاره في ايديك وفاطر عليها؟ مصدق زي عايزه تقنعني انك مصدقه وما انتش مجتهده في الدين والدعوه وطلب العلم. المصدق ده ما بينامش، المصدق ده ما بيبطلش جهد لربنا ولا عباده لربنا ولا طاعه لربنا سبحانه وتعالى. والنازعات غرق، الملائكه اللي بتغرق في نزع الروح، والناشطات نشط، الملائكه اللي بتخرج روح المؤمنين بسهوله بقى، مش روح الفاجرين بتاعت الايه الاولانيه. يعني ايه؟ يعني في نوعين في الملائكه انت لا شفتهم ولا تعرفهم، بس في يوم من الايام واحد من الاثنين هينزل لك يقبض روحك. في نوعين من الملائكه انت لا شفتهم ولا تعرفيهم، بس في يوم من الايام نوع من الاثنين هيتسلم اسمك وعمرك بالثانيه ومكانك وهينزل عشان يطلع بالمهمه بتاعته. في نوعين من الملائكه انتوا لا شفتوهم ولا تعرفوهم، بس في يوم من الايام هنلاقيهم قدامنا، هنلاقي نوع من الاثنين قدامنا عشان ياخدوا ارواحنا الى الله سبحانه وتعالى. والنازعات غرقا، الملائكه اللي بتغرق في نزع روح الفاجر، لما روحه بتتفرج في جسمه من الرعب بتتنزع من كل حته، روحه ماسكه في جسمه مش عايزه تطلع، بتحب الدنيا، فده السبب في عذاب الموت اصلا. اكتر ناس بيشوفوا الموت يا جماعه الاطباء. منظر المحتضر، منظر المحتضر منظر رهيب رهيب، وهو نايم وقاعد يقول بطني، صدري، نفسي، تبدا تتكلم معاه، هو اصلا مش داري، هو مش بيقول هو مش داري، شويه ويروح في غيبوبه، انت ما انتش عارف الالم زاد ولا قل، شويه ويبدا ياخد نفسه بطيء قوي قوي، الروح بتطلع ويموت. الاحتضار يا جماعه، الم الاحتضار، الم الموت. ده انا لو بنزع لك درس من غير بنج هيبقى ايه؟ امال نزع الروح. ده انا لو بنزع لك ضفر من غير بنج، امال نزع الروح. ده لو حد بينزع جلد واحد من غير بنج بيقولوا بيسلخوا، امال نزع الروح. امال نزع الروح من كل عرق وعصب. والناشطات نشطه، ده بقى الملائكه اللي في ثانيه بتخرج روح المؤمن. سيدنا ابراهيم عند الموت عليه الصلاه والسلام الملائكه اعطته ريحانه فشمها فخرجت فيها روحه. يا سيدي الله اكبر، يعني ألم الموت عند الناس بالنسبه لسيدنا ابراهيم شمت ريحانه. شوفوا ربنا بيحب العبد الصالح ازاي يا جماعه يا اخوانا. انت واحد من الاثنين دول، يا اما ده هو، ما بين الدرجتين دول في درجات كتير جدا، انت انهي درجه من الاثنين؟ انت انهي درجه من الاثنين؟ انت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ولا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. انت مين في الاثنين؟ انت مين في الاثنين يا جماعه؟ عايزين نفوق. هم درجات عند الله، انت اللي بتحدد من الوقت درجتك، انت اللي بتحددي درجتك. يا ترى درجاتنا قد ايه؟ يا ترى احنا مين في الاثنين؟ ربنا بيقول لكم في اول سوره النازعات من اول لحظه في الاخره المعامله بتفرق على حسب الطاعه والمعصيه. هم درجات عند الله. افرشي قبرك من الوقت، افرش قبرك من الوقت، زي اللي سافر السعوديه يبعت لابوه اشتري حته ارض، لا ارمي الاساس، لا علي، لا افرشها، لا ادهنها، لا اعمل جنينه قدامها، قاعد يفرش من الوقت يروح يلاقيها قصر. افرشي من الوقت. صيامك كانك انت بنيت القصر، قيامك كانك انت فرشتيه افخم موبيليا من الجنه، افخم عفش، ذكرك لله كانك انت حطيت الانتيكات والستاير والنجف، خوفك من الله وحبك وشغلك في الدعوه كأن خلاص بقى البلكونه بقى والمناظر الطبيعيه تروح تلاقيها قصر. الواحد لما بيقعد مع الاخوه اللي بيغسلوا اموات بيسمع قصص رهيبه عن حسن الخاتمه، عن النور اللي بيشوفوه. واحد يقول لي انا بدخل بكشف الغطا عن وش الميت، الاوضه نورت،
واحد بيقول نزل مع الميت القبر بيكشف عن وشه بعد ما نزل القبر، لقى القبر كله نور كأن مصباح وتنور. واحد تاني يقول انا كنت داخل اوضه تحت السلم ضلمه وشه منورها، مش محتاجين اصلا لمبه تنور. سبحان الله العظيم يا شباب. افرشوا اموركم من الوقت يا شباب. هم درجات عند الله، هم درجات حتى في الجنه. دخول الجنه، اي رئيس دوله لما بيسافر من دوله لدوله بينزل في طياره وهو نازل يلاقي الارض مفروشه سجاجيد وصفين كبار الزوار مستنيينه والوزراء وبنتين بطقين مش عارف ايه وفرقه ايه قاعده تعزف السلام الايه، وينزل باشا يعني رئيس دوله بقى بيبقى معاه 100 واحد ولا 150 واحد فوق معاه. هل كل واحد منهم ما بينزل بيعملوا نفس الاستقبال؟ لا، تحيات عابره بقى. اهو في ناس على باب الجنه بتستقبل استقبال الملوك، استقبال الملوك العظماء، وناس يعني ماشي جميل، استقبال جميل، ولكن مش زي الملوك ابدا يا جماعه. احنا عايزين او مش زي الملوك اللي اعلى منهم يا جماعه. يا جماعه احنا عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنه. استقبال الجنه نفسه درجات. السوق للجنه ربنا بيقولوا اذا الجنه ازلفت، الجنه بتقرب من الناس، وفي ناس تانية وثيقه الذين اتقوا، في ناس بتروح لها وفي ناس الجنه هي اللي بتجيلها. يا اخوانا الجنة عاملة من جوه، الجنة كل حاجة فيها من جوه درجات، حورها وجمالهم درجات، قصورها درجات، أنهارها درجات، أطباقها وطعامها وشرابها وأشجارها، النظر كله درجات يا جماعة. كل حاجة في الجنة درجات. عشان كده الجنة عاملة زي طيارات، كل طيارة هتروح بلد مثلا من بلاد الدنيا جمالها غير التاني، ممكن بلد أعلى ممكن بلد أقل، وأنت حسب تذكرتك هتركب في الطيارة اللي رايحة حسب قيمة تذكرتك، حسب قيمة عملك، يا إما تركب طيارة الفردوس الأعلى، يا إما تركب طيارة أقل، يا إما تركب طيارة حسب بقى الفردوس، حسب القيمة بتاعتك. هم درجات عند الله يا جماعة. يا إخوانا ده إحنا عشان نهرب الشباب اسكندرية، شباب اسكندرية لما بيقارن ما بين المنظرة وما بين العجمي بيشتغلوا قد إيه عشان يطلعوا. شباب القاهرة لما بيقارن ما بين ارض الجولف ودار السلام بيشتغل قد ايه عشان يطلع. شباب المنصوره لما بيقارنوا ما بين المشايه وما بين اي منطقه فقيره بيعملوا قد ايه عشان يطلعوا. احنا لما شفنا المقارنه ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا. طب في الاخره المقارنه الرهيبه في الجنه، في طعام الجنه طعام النار ليس لهم طعام الا من ضريع. طعام الجنه وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. شراب الدنيا ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شراب الجنه سبحان الله العظيم يسقون من رحيق مختوم. مساكن الدنيا انها عليهم مؤصده في عمد ممدده حبس انفرادي. مساكن الجنه، شوفوا بقى قصور الجنه يا جماعه واوصافها اللي ما تتحصيش. لبس الدنيا لبس النار قطعت لهم ثياب من نار. لبس الجنة لباسهم فيها حرير. يا جماعة احنا عايزين نفوق. هم درجات عند الله، هم درجات. كل حاجة في الآخرة درجات. انت عايز انهي درجة؟ انت عايز تتعامل انهي معاملة؟ حب ربنا درجات، التضحية درجات، الفدائية درجات، الحماس لنصرة الدين درجات، السخونية في الدين والالتزام والبطولة درجات. اليهود ربنا قال لهم اذبحوا بقرة مرضوش. سيدنا ابراهيم ربنا قال له اذبح ابنك، حط السكينة على رقبته. درجات يا جماعة، درجات. النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد والقعده بتاعت النبي مليانه ناس، جه 3 واحد بص كده القعده دي زحمه والدنيا حر وهقرف نفسي، استغفر الله العظيم يعني استغفر الله العظيم، انا هتعب نفسي ليه؟ لا انا همشي عشان ايه؟ عشان الحر طبعا والعرق، والنبي عليه الصلاه والسلام حبيب قلوبنا موجوده باجله في اي وقت، ومشي. الثاني قال انا عايز اقعد في اي مكان وخلاص، اقعد في الاخر اقعد في الاول مش فارقه، المهم ان انا وسط صحبه الايمان. الثالث لا انا عايز ابقى في الصف الاول، انا عايز ابقى اقرب واحد للنبي عليه الصلاه والسلام. قعد يدور لغايه لقى مكان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام وقعد فيه. النبي ما عدهاش، قال لهم الا ادلكم على خبر الثلاثه؟ اما الاول فاعرض الله عنه، ما رضاش يسمع. عايز دين تكاوي، عايز دين على مزاجه، عايز دين محدش يقول له فيه سيب اللي انت بتعصي بيه وسيب الحاجات اللي بتعطلك عن ربنا، عايز دين على هواه فاعرض الله عنه. واما الثاني فاستحيا الله منه. ده خدوا بالكم يا جماعه، الثلاثه دول كل واحد مننا واحد من الثلاثه دول. الثاني اللي هو عايز يبقى موجود في الدين بس مش مهم بقى سابق مش سابق مجتهد عادي، المهم اني موجود. الثالث اللي انا عايز ابقى من الصف الاول، انا عايز ابقى من الصف الاول في الدين، محدش يعطلنا عن الصف الاول ابدا. يا شباب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا. ربنا ما بيعاملش اللي بيقدم شبر زي اللي بيقدم صراع، ربنا ما بيعاملش اللي قدم خطوه واحده زي اللي قدم لربنا اكتر، زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا وما فيش حاجه عطلته عن ربنا. ربنا ما بيعاملش ده زي ده ابدا. اوعى يبقى جواك لسه ذره طاقه ما تديهاش لربنا، اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما تدوش لربنا، اوعى يبقى لسه عندك مليم في مالك وما تدوش لربنا. اوعوا يا جماعه ادوا ربنا كل حاجه. عايزين نبقى مليارديرات من مليارديرات الاخره. لما تيجي في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا عم ده مالتي مليونير يا عم، ده عنده قصر في كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع الجنه وفي كل درجه من درجات الجنه.
نبقى مليارديرات يا شباب، ما نضيعش وقت يا شباب. يا شباب ده انا لو قاعد معاكم دلوقتي في محاضره بنتكلم عن الدنيا ودرجات الدنيا هتخرجوا هنقتل نفسنا عشان نشتغل ونجيب فلوس ونبقى اعلى درجه. يبقى على فين يا شباب؟ على الدين، على الدين نجيب اعلى حسنات، ما نضيعش لحظه يا شباب. ده الرسول عليه السلام صح عنه انه قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكروا الله تعالى فيها. مش بيندموا على المعصية، بيندموا على الغفلة، بيندموا على الساعة اللي عدت من غير طاعة. وحديث تاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه روي عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. يعني في ندم في الجنة وندم في يوم القيامة على الطاعة لما تشوف الدرجات الأعلى. يا جماعة عايزين نبقى مليارديرات، عايزين نطلع على وش الدنيا بقى، عايزين نفوز بقى، عايزين نطلع بقى، عايزين نبقى أعلى درجة. هم درجات عند الله، درجات على الميزان. افتكر دايما النهائي، ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان تعرف الميزان ذره منه يبقى شكلها ايه. هم درجات على الصراط، يا ترى هنبقى اي درجه. هم درجات ساعه الموت، يا ترى نزعات غارقه ولا رشيطات نشطه. هم درجات في الجنه، استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده. هم درجات ما بين الجنه والنار. هم درجات عند الله، كلها درجات. افرشي قبرك من الان، اجعلي من قبر الجنه، اجعلي من قبر القصر. افرشوا قبوركم من الوقت. كل عمل صالح بتعملوه انتوا بتفرشوا قبوركم تروحوا تلاقوها جنه، روضه عظيمه. اوعوا تتخدعوا بالستائر اللي على جنب الطريق، ستاره ملونه بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها الزنا والعياذ بالله، وستاره فوشيا جميله كده كروات وكاتب عليها حريه الراي والفكر وهي وراها الكفر والعلمانيه والعياذ بالله، وستاره كاتب عليها الفوايد والارباح، ارباح وهي الربا واللعنه والكفر والحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. اوعوا يا جماعه تبصوا للستائر على جانبي الطريق، اجتهدي. اوعى تبص، ما عدتوش تبصوا بقى، خلاص يا شباب انطلقوا. احنا بقى لنا وجهه، احنا دلوقتي عايزين نطلع من الاوائل، احنا دلوقتي عايزين نطلع من اوائل الدفعه، اوائل العالم، اوائل الجنه باذن الله. يلا يا شباب، يلا يا رجاله، يلا يا جماعه، مش عايزين نضيع وقت ابدا ابدا. احد الشباب كان رأى لاحد الاخوه الدعاء رؤيه، بيقول له: انا شفت ان انا يوم القيامه وكأن انا طاير على جناح حاجه مش عارف هي ايه، طياره، جناح طائره، ما اعرفش هو ايه، وكأني بقول له: رايح فين؟ قالوا: انت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول للاخ الداعيه ده، بيقول له: كأني مطار، زي ما قلت لكم كده، طيارات رايحه ايه لمقامات الجنه المختلفه. بيقول له كأنه مطار. سبحان الله العظيم، بيقول للداعيه يعني اللي بيحكي له الرؤيا، بيقول له: كنت انت رئيس هذا المطار. فالداعيه يعني ايه، ربنا يبارك فيه، احد الاخوه اللي ربنا يبارك فيهم وينفع بيهم يا رب. يعني القضيه يا جماعه ايه؟ القضيه ان الجنه درجات، الجنه مطار يا جماعه، يوم القيامه ده مطار. هتطير على انهي درجه من درجات الجنه والعياذ بالله، ولا على انهي درجه؟ هم درجات عند الله. عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا في طاعه ربنا، ونوصل الليل بالنهار في طاعه ربنا. يا رب قلوبنا تتملى طموح للدين وامل في الدين وامل للدين وعشم في المقامات العليا في الجنه. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب، يا رب. يا شباب ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنه زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعوام الناس. تضيعوا النعيم ده ليه؟ ادعوا معايا: اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. اللهم ازل عنا سكرات الموت. اللهم يا رب، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير. اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك. واملأ قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقة فيك وتوكلا عليك وإنابة وإخباتا لك. واملأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين، وارزقنا صحبة النبي في أعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. يلا شكرا. في سؤال محتاج لجواب، بقى معقول ربنا يفتح لي الباب، ربنا يفتح لي الباب. عصيته كتير
بقالي النهار عايش في عذاب.